جيبي جوج ديال الخوخات واجي نوجدو احسن كيكه ممكن انك تحضريها في هذا الصيف. كتجي بنينه وغارقه كراميل واعره بزاف، ضروري تجربيها وبداو على بركه الله. هنا خديت المول اللي غادي ندير فيه الكيك، فرشت له الورق ديال الزبده من التحت وشرائح ديال الخوخ اللي قطعتهم كنستفهم هكا كيف ما كتشوفوا معايا صافي. وكنخلي المول ديالي جانبا وكندوز باش نوجد الكراميل. بالنسبه للكراميل خديت مقله درت فيها كاس ناقص اسبوع ديال السكر سنيده صافي على عافيه شمعه. كنخليه حتى كيبدا يذوب ليا من الجوانب، كناخذ معلقه خشبيه كنبدا نحركو حتى كيذوب ليا تماما. ضفت 3 المعالق ديال الماء، في الاول كيبدا يتحجر من بعد كيذوب صافي. كنسكبو فوق من الخوخ وكنخلي المول جانبا. هنا زدت نوجد الكيك اللي فيه 2 بيضات اللي تيكونوا بحراره المطبخ، الفاني ونص كاس ديال السكر سنيده. بالطراب اليدوي كنحرك حتى كيذوب ليا السكر. كنضيف الزيت، نص كاس ديال الزيت بالتدريج ونص كاس ديال الحليب. من بعد ضفت كاس وربع ديال الدقيق وكيس ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام وقطرات ديال الخل. كنخلط كلشي. الكيك ديالي كيجي بحال هذا الشكل، كنسكبوه فوق من الخوخ وكندخلو الفرن يطيب على عافيه 160 درجه 170 تقريبا. من بعد ما كطيب ليا الكيكه كنديمو ليها وكنحيد ليها الورق ديال الزبده. وهذا هو الشكل ديالها كيف كتجي زوينه بزاف شكلا ومذاقا. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وانكم تجربوها وبالصحه والراحه.